كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن. كان في ولدين، واحد اسمه عمر والتاني اسمه آدم. عمر كان دايما بيضحك ويلهي نفسه ويقول بكرة ذاكر لسه في وقت، وكان كل يوم يعدي من غير ما يفتح كتاب ولا كشكول ولا يحل ورقة. أما آدم كان بيقعد في هدوء يفتح كتابه ويذاكر بشويش ويقول النجاح مش بس علشان الدرجات، النجاح إني أكون مرتاح قدام ربنا وقدام نفسي. جت أيام الامتحانات وعمر قال مفيش مشكلة، هشوف لي حد أغش منه خلاص. وفي آخر امتحان كان آدم وعمر قاعدين جنب بعض. عمر بصله كده وقال له بصوت واطي اديني أي إجابة بس علشان أعدي. آدم بصله وسكت، ما كانش قلبه قاسي، لكن كان تعبه غالي عليه ومحبش يضيعه بالغلط. سكت آدم وكتب اللي هو عارفه بإيده وسلم ورقته. لفت الأيام وظهرت النتيجة، آدم نجح بتفوق وعمر سقط وفضل زعلان، مش من أي حد، زعلان من نفسه. وبعد سنتين اتقابلوا تاني. آدم بقى راجل ناجح ورافع راسه، تعب وارتاح. وعمر قال له أنا اتعلمت الدرس متأخر، النجاح مش حظ، النجاح اختيار. حبايبي، اللي بيذاكر بيزرع فرحة، واللي يضحك وقت الجد بيبكي وقت الحصاد. دايما خلي تعبك لربنا وسعيك بإيدك، ساعتها الدنيا كلها هتسقف لك.